بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على خير البرايا، وصل وسلم على سيدنا محمد كنز الخطايا، وصل وسلم على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل وسلم وبارك عليه عظيم المزايا، وبالصلاة عليه تنفر الخطايا وتوافى النعم وتندفع البلايا وتحل الخيرات وتزول الرزايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم عشاق قناة الكرة في النادي، مرحبا بكم. طبعا في ظل الأحداث المتلاحقة والسريعة جدا جدا، كان لازم ان احنا نوافيكم بكل ما هو جديد على الساحة الرياضية، وخاصة النادي الأهلي العظيم. حضرات المحترمين الغاليين عشاق قناة الكرة في النادي، عندنا مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة كبيرة جدا جدا، زي ما احنا دايما بنقول زلزال، مفاجأة زلزال. النادي الأهلي أتم صفقة المهاجم الخاص للنادي الأهلي. مفاجأة كبيرة جدا من العيار الثقيل بنزفها لحضراتكم. النادي الأهلي تم الموافقة بينه وبين النادي الأجنبي الخاص بلاعب المهاجم اللي جاي للنادي الأهلي. الحمد لله خلاص تمت الموافقة، تعتبر بنسبة 95-98%. مين هو اللاعب؟ احنا قبل كده في الفيديو السابق او في الحلقة السابقة احنا قلنا ان لجنة الكورة في اجتماع مع الكابتن الخطيب والكابتن عادل القيعي وامير توفيق كانوا هم 5 لعيبة. ال5 لعيبة دول اتصفوا على 3 لعيبة. تمام. النهاردة تمت الموافقة وخلاص الموافقات كلها انتهت، وكل الحاجات الخاصة بهذا اللاعب تمت وانتهت على خير. مين هو اللاعب؟ اللاعب لاعب نادي جانو بوك الكوري، لاعب في نادي اسمه جانو بوك الكوري. اسم اللاعب فرانك جوستافو سوزا، اللاعب فرانك جوستافو سوزا، فرانك جوستافو سوزا، لاعب جانو بوك الكوري. تمام. نقول تاني اسم اللاعب، اللاعب فرانك جوستافو سوزا، لاعب جانو بوك الكوري. واللاعب ده جنسيته برازيلي، 29 سنة. وكانت المفاوضات دي مع اللاعب ده كانت جارية. المفاجأة ان هي كانت جارية من شهر يناير الماضي. المفاوضات مع هذا اللاعب كانت شغالة على قدم وساق من شهر يناير الماضي، لكن كان في بعض المعوقات هي اللي أخرت الصفقة لحد ما حصل موافقات وتقريب في وجهات النظر مع أمير توفيق ومع النادي ومع اللاعب. مواصفات اللاعب ده يا جماعة ان هو اولا احنا قلنا ان هو سنه 29 سنة. اللاعب دون طويل القامة، يجيد ضربات الرأس بقدرة فائقة عالية جدا، مراوغ جيد جدا، يجيد اللعب بقدميه الاثنين، يجيد المراوغات والمواجهات الفردية بنسبة 95%، ويجيد التصويب بنسبة 90%. السي في بتاع هذا اللاعب سي في قوي جدا ومواصفات عالية جدا لمهاجم خطير ان شاء الله بإذن الله. المواصفات تاني نقولها تاني عشان نطمن على جمهور النادي الأهلي العظيم بهذا اللاعب. اللاعب ده اسمه
فرانك جوستافو سوزا، 29 سنة، طويل القامة، يجيد ضربات الرأس بقدرة عالية جدا، مراوغ جيد جدا جدا، يجيد المواجهات الفردية بنسبة 95%، يجيد التصويب بنسبة 90%. لاعب بهذه المواصفات إن شاء الله نتمناه خير كبير جدا جدا للنادي الأهلي، وتنبسط بيه الجماهير الكبيرة العريضة للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. لكن المقلق لتمسك كابتن كولر بالمدرب النادي الأهلي، إحدى الشخصيات اللي كانت موجودة قالوا له، همسوا في اذنه وقالوا له ما بلاش البرازيلي وخلينا في اللاعب الافريقي اللي هو يعتبر رقم 3، اللاعب الافريقي اللي هو بيلعب في اوروبا. بلاش البرازيلي لان احنا لنا تجارب سابقة مع البرازيليين، واخرهم برونو سافيو اللي للاسف الشديد رجع للنادي القديم بتاعه، وسمعنا بعض الاخبار بان هو مكسر الدنيا وعمال يحرز اهداف وبتاع. معرفش هو كان عندنا هنا واخد اجازه ولا كان ايه اللي جراله. فالمهم لمسوا تمسك كولر بيه والتغني في امكانياته من كولر، وان كولر متوسم فيه خير، وان شاء الله باذن الله يكون هو اضافه كبيره جدا 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 لخط هجوم النادي الأهلي بإذن الله، ويساعد النادي لتحقيق البطولات وطموحات الجماهير العريضة الكبيرة للنادي الأهلي. الأستاذ خالد مرتجي وزير خارجية النادي الأهلي كان حاضر الاجتماع اللي كان حول هذا اللاعب النهاردة، ووعد بأنه هو جاهز لتحويل المبالغ المالية المطلوبة لهذا اللاعب وللنادي. إن شاء الله بإذن الله سيتم وعد بتحويل المبالغ المالية يوم الأحد القادم إن شاء الله بإذن الله على أقصى تقدير، وسيتم قيده مكان برونو سافيو. يعني إحنا عندنا مكان فاضي اللي هو فاضي بالنسبة للأجانب اللي هو برونو سافيو اللي راح لفريقه، فالمكان بتاعه فاضي هيجي فيه جوستافو سوزا. تمام يا جماعة؟ دايما احنا الحمد لله بنوافيكم بكل اخبار طازة بطازة وتعتبر حصريات، واحنا ان شاء الله معاكم في كل ما هو جديد نقدمه لكم، وتكونوا على دراية كافية بكل الاحداث اللي بتحصل من قناتكم المفضلة قناة الكرة في النادي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وان شاء الله باذن الله البطاقه فور تحويل الكابتن خالد الاستاذ خالد مرتجي للمبالغ الماليه المطلوبه، لان هم طبعا متكتمين على القيم الماليه المتفق عليها، سواء النادي هياخدها او سواء اللاعب هياخدها. قال لك بلاش كلام عن هذا الموضوع، وما تذكرش مبالغ ماليه ولا كلام من دون الا لما الصفقه تتم ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا عند حسن الظن ومش هنقول اي تفاصيل الا ان شاء الله ما الصفقه تتم ان شاء الله باذن الله، ويتم التحويل والبطاقه الدوليه توصل باذن الله لهذا اللاعب يوم الاحد القادم بعد تحويل المبالغ الماليه وانتهاء الصفقه باذن الله. اللاعب الثاني اللي احنا قلنا عليه يا جماعه بان هو يعتبر بنسبه 95% الصفقه دي تعتبر انتهت، اللي هو رضا بوبو، محمد رضا بوبو. طبعا الصفقه دي تعتبر انتهت، احنا قلنا لكم في الحلقه السابقه بان الصفقه دي تعتبر انتهت بنسبه 95% بعد الاتصالات اللي جرت في الفتره السابقه بين الكابتن محمود الخطيب وبين الاستاذ احمد الدياب رئيس رابطه الانديه، وفي نفس الوقت رئيس مجلس اداره شركه فيوتشر، اللي تحدثوا مع بعض بخصوص هذا اللاعب
وتمت الموافقة على كل شيء، لكن الأستاذ أحمد دياب استأذن كابتن محمود الخطيب بعدم الخوض في هذا الحديث أو في الكلام دون إلا في نهاية آخر مباراة بالنسبة لفيوتشر إن شاء الله. لكن إن تعتبر الصفقة تمت بنسبة 95% بالنسبة لمحمد رضا بوبو. تمام كده، يبقى احنا النهارده وفناكم باخبار هامه جدا وساره جدا لكل عشاق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، تكون مبسوطه، ولوفاء المسؤولين بكل احتياجات النادي الاهلي، والسعي دايما لظهور النادي الاهلي في احسن صوره، والمنافسه على جميع البطولات، والحصول على كل البطولات اللي هو باذن الله يخوضها ويخشها باذن الله. يعني الحمد لله لا تأخير عن طلبات كولر، ولا تأخير عن توفير كل السبل لنجاح مسيرة فريق النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة بيحققوا وبيذللوا كل العقبات اللي بيطلبها كولر، زي ما بيقولوا كده تطلب تجاب، جميع طلباتك أوامر مستر كولر. عندنا مفاجأة من العيار الثقيل، أو تعتبر زلزال يا جماعة، مفاجأة تانية. بس قبل ما نقول المفاجأة دي نستأذنكم ونتشرف بيكم لايك وشير علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الجماهير، تعرف فيها كل ما هو جديد على الساحة الرياضية وخصوصا الخاصة بالنادي الأهلي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هناك زلزال كبير زي ما احنا بنقول داخل نادي الزمالك، زلزال كبير جدا 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 داخل نادي الزمالك. انقسام مجلس الإدارة على المدرب أوساريو. مجلس الإدارة انقسم في الرأي على أوساريو يفضل ولا أوساريو مع السلامة باي باي. انقسام كبير جدا داخل أعضاء مجلس الإدارة بخصوص هذا الشأن. أولا أوساريو بعد النتيجة الثقيلة اللي اتغلب بها نادي الزمالك من النادي الأهلي 4-1، خرج في إحدى اللقاءات التلفزيونية وقال كلام ما ينفعش يتقال على لاعيبة فريق، وخاصة فريق نادي كبير زي نادي الزمالك. التصريح ده كان ايه؟ التصريح ده يا جماعة قال بالنص كده بان يوجد لاعبين كثر في نادي الزمالك غير قادرة على اللعب لنادي الزمالك، عديمي القدرة، او بنفس اللفظ كده او بنفس الترجمة اللي هي اتقالت من المترجم بتاعه. هناك لاعبين كثر في النادي عديمي القدرة في الملعب، غير قادرين على اي شيء، يعني ما لهمش لازمة بالعربي كده، ما لهمش لازمة في فريق نادي الزمالك. التصريح دون اغضب غالبية عظمى من لاعبة نادي الزمالك، واغضب فئة كتيرة جدا 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 من عشاق نادي الزمالك اللي هم اللاعبين القدامى اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك. غضبوا من هذا التصريح وزعلانين جدا على حال نادي الزمالك، وقال ان ده تصريح غير مسؤول من مدرب، يصدر عن مدرب زي مدرب نادي الزمالك. وعلى ضوء هذا الكلام طبعا بعد الاحداث وبعد الهزيمه وبعد كل التقييم اللي اتعمل من مجلس الاداره، المجلس الاداره انقسم. جزء مرجح ان خلاص باي باي اوساريو، مش هيجددوا له لان العقد بتاعه كان لمده 4 شهور، ونشوف التجديد بعد ال4 شهور اذا حقق نتائج مرضيه للنادي. فهم دلوقتي الجزء الاولاني بيقول، وخصوصا بقى ازداد الجزء ده بعد التصريح اللي هو قاله عن لاعيبه نادي الزمالك. فالجزء ده بيقول لا خلاص مفيش تجديد لاوساريو، وبالسلامه هندور على مدرب اخر يقدر
يلبي طموحات النادي ويلبي طموحات جماهير نادي الزمالك، ويرجع نادي الزمالك لعهده السابق والمنافسة على البطولات. من ضمن المدافعين بشدة وبقسوة وبضراوة عن هذا المدرب، طبعا كلنا عارفينه بدون كلام وبدون تفكير، أحمد حسام ميدو، اللي هو جابه هو وأمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور. طبعا من أشد المدافعين ليه، وهو الوحيد اللي عمال يدافع عنه في جميع الجهات وفي كل الاجتماعات، وبيدافع عنه بضراوة وبيطالب باستمراره بأي طريقة وبأي سبيل. لكن الجزء اللي مش مؤيد، اللي هو مرشح مشي المدرب، قال لك انه لازم يمشي، ولازم ندور على مدرب قبل البطولة، قبل مباريات البطولة العربية اللي هتبدأ ان شاء الله في الفترة اللي جاية، لان كده مش هينفع مع البطولة على المستوى بتاع المدرب ده، مش هينفع في البطولة العربية. انت رايح تقابل عتاولة ونجوم عالميين بيلعبوا في السعودية. ده انت هتقابل النصر وهتقابل الشباب السعودي وهتقابل ده ايه، النصر ده كفايه كريستيانو رونالدو لوحده. هتعملوا ايه مع كريستيانو رونالدو في هناك في السعوديه وعلى ارض السعوديه كمان بين جمهوره؟ يعني الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا، وربنا يستر وما تبقاش فضيحه على الملأ وتبقى فضيحه في العالم كله. المهم ان هم بيتحركوا تحركات سريعة جدا على قدم وساق للبحث عن مدرب جديد لخوض مباريات البطولة العربية القادمة ان شاء الله بإذن الله. ده بالنسبة لنادي الزمالك. نيجي لخبر زلزال برضو كبير جدا جدا، وده من احد الاسباب الكبيره ان احنا اللي خلتنا ان لازم نطلع معاكم فيديو النهارده عشان نعرفكم الاخبار، كل ما هو جديد وكل ما هو زي ما بيقولوا صعب وزلزال كبير، اخبار زلزال قويه جدا 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 يتعلق بنادي الزمالك برضه. نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد رسول الله. لايك وشير، نستحق اللايك، الله يهديكم، نستحق اللايك والشير علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الجماهير والمشاهدين لقناتكم المفضلة الكرة في النادي، عشان الخبر ده هيسعدكم قوي. ايه هو الخبر بقى يا جماعة؟ المستشار محمد عثمان، مستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بالكابتن محمود الخطيب، أعلن على صفحته الخاصة بفيسبوك بأن في محاكمة قادمة لمرتضى منصور المعزول عن رئاسة نادي الزمالك. امتى يا جماعة؟ أو زي ما احنا بنقول ايه، انت بتقول ايه؟ احنا نعيد تاني، محاكمة قادمة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. امتى المحاكمة دي؟ يوم 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1343 أمام المحكمة الاقتصادية الخاصة بشأن سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. تاني يا جماعة، محاكمة مرتضى منصور يوم 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1343 أمام المحكمة الاقتصادية لسب وقذف الكابتن محمود الخطيب. وفي بعدها كمان ده في جدول قضايا ملوش آخر. المستشار محمد عثمان بصراحة متوصي أعلى وصية بجد يعني. يوم 10 أغسطس إن شاء الله بإذن الله في قضية تانية للحبس 3 شهور والحضور فيها وجوبي لمرتضى منصور. يوم 10 أغسطس في قضية تانية، يوم 10 أغسطس
القضية دي خاصة بحبس مرتضى منصور 3 شهور، والحضور فيها وجوبي لمرتضى منصور. معنى هذا الكلام ان الحضور وجوبي، يعني معناها ان لو تم تأييد الحكم اللي هو الحبس 3 شهور سيتم تنفيذهم في الحال، زي المرة اللي فاتت كده، زي الحبس شهر تم التنفيذ فورا. فلازم ان شاء الله يوم 10 اغسطس الحضور في هذه القضية وجوبي الحضور لمرتضى منصور. في كمان كده خلاص القضايا خلصت؟ ابدا، ده في كشف قضايا، في سلسلة قضايا متلاحقة ورا بعضها. الإضافة الجديدة اللي هي 5 قضايا أخرى في خلال هذه المرحلة القادمة، وفي كمان بعديها بعد ال5 قضايا في المرحلة اللي جاية سلسلة القضايا متواصلة في حدود 15 قضية أخرى. 15 قضية أخرى، يعني ادي 15 و5 قبليهم في الفترة اللي جاية، ادي 20 وقضية الحبس 3 شهور، ادي 21 وعندك كمان القضية بتاعت اللي هي اللي يوم 30 يوليو اللي جاي، 22 قضية في خلال الايام اللي جاية. 22 قضية ورا بعضهم. ايه رأيكم؟ اظن النهارده يعني انا لامس سعاده جمهور النادي الاهلي لرجوع الحق لاصحابه في السب والقذف والبهدله اللي كانت بتحصل في خلال الفتره السابقه وما زال. على فكره السب والقذف والكلام من ده ما اتقطعش برضه في الفتره دي رغم وجود القضايا دي ورغم الحبس ورغم كل الاحداث اللي فاتت. لا، السب والقذف ما زال موجود وهيفضل موجود طول ما الحمايه اللي موجوده لمرتضى منصور ولنادي الزمالك. واظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده بما فيه الكفايه لمناشده رئيس الجمهوريه ومناشده رئيس الوزراء ومناشده لعدم استطاعه الدكتور اشرف صبحي في تنفيذ القانون. ولحد النهارده مش في الحكم اتاخد بعزله وتأييد عزله وتعازل رسمي. هل الاستاذ اشرف وزير الشباب والرياضه نفذ الحكم لحد النهارده؟ ما حصلش. يعلم الله، وان شاء الله نتمنى الخير للجميع وخاصه نادينا الحبيب النادي الاهلي. وباذن الله الخير قادم لجماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي جميعا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.